اعلاميين الزمالك وقناه الزمالك كلهم طالعين يقولوا بعد اذن الكابتن محمود الخطيب ابو قلب كبير يتنازل عن قضيه المستشار مرتضى منصور. بس انا عايز اقول لكم حاجه قبل ما تتكلموا خالص في موضوع ان انتوا بتقولوا عليه صاحب القلب الكبير والمحترم والخلوق. دلوقتي بقى الكابتن محمود الخطيب هو المحترم وابو قلب كبير. قبل كده كنتوا بتشتموه وانتوا قاعدين جنب بعض وكنتوا بتحفلوا وكنتوا بتستلموه واحد ورا التاني بالكلام البذيء هو وعيلته ومراته واولاده وهم قاعدين في بيوتهم. قبل كده الكابتن محمود الخطيب ده كان رئيس فاسد زي ما كنتوا بتقولوا. قبل كده الكابتن محمود الخطيب ده كان رئيس لا يصلح للاهلي زي ما انتوا كنتوا بتقولوا. قبل كده الكابتن محمود الخطيب ده كان بتاع ساعات مع تركي آل الشيخ زي ما انتوا كنتوا بتقولوا. دلوقتي الكابتن محمود الخطيب بقى الحلو. دلوقتي الكابتن محمود الخطيب بقى صاحب القلب الكبير. دلوقتي الكابتن محمود الخطيب بقى صاحب القلب الكبير وبقى محترم وبقى الخلوق وبقى رئيس النادي الاهلي اعظم نادي في مصر. دلوقتي بقى الكابتن محمود الخطيب بقى حاجه حلوه ومعسله. عشان ايه؟ عشان مصلحتكم. لانكم كنتوا بتقولوا كده في الاول عشان برضه مصلحتكم اللي هي كنتوا تقبضوا. قناه نادي الزمالك كانت بتقبضكم لازم تقولوا كده عشان تقبضوا. الكابتن المستشار مرتضى منصور لازم تقولوا كده عشان ترضوه. لو ما قلتوش كده الكابتن المستشار يزعل منكم على فكره وممكن يطردكم واحد ورا التاني. كنتوا بتطبلوا وخلاص. انتوا كنتوا بتطبلوا وهتفضلوا بتطبلوا. انتوا بتقولوا كده دلوقتي بس برضه عشان مصلحتكم والمستشار مرتضى منصور عشان ما تخش السجن. لانكم عارفين انه لو دخل السجن هو اتعزل تماما من رئاسه نادي الزمالك وكمان مش هيخش نادي الزمالك بعضويه اداريه تاني نهائي. اخره هيكون عضو في النادي زي اي عضو في مصر. طبعا كلكم عارفين الخطر اللي هيلحق بيكم. انتوا كلكم واحد ورا التاني مش هيبقى لكم عيش في القناه، مش هيبقى لكم عيش في الزمالك. عشان كده طالعين تطبلوا وتقولوا بعد اذن الكابتن المحترم الخلوق ابو قلب كبير الكابتن محمود الخطيب يتنازل عن القضيه. ليه؟ عشان العدل. الحق رجع لاصحابه. العدل حصل ايا كان ودايما الخير هينتصر. ليه؟ لان ربنا ما يرضاش بالظلم، ما يرضاش بان الكابتن محمود الخطيب رمز من رموز الكره المصريه في مصر يتجاب سيرته ويتهان قدامكم وانتوا تستلموا واحد ورا التاني ومحدش فيكم يقدر ويطلع يقول ده عيب وده غلط. جمهور الزمالك كلهم كانوا بيقولوا ده المستشار ده اسد. جمهور الزمالك كلهم كانوا بيقولوا المستشار محدش يقدر عليه. لكن دلوقتي بعد ما السجن جمهور الزمالك طالع يقول احنا بنناشد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي المحترم الخلوق انه يتنازل عن القضيه. كنتوا فين لما رئيس نادي الزمالك كان بيقول كده على الكابتن محمود الخطيب؟ انا اهلاوي بس زعلان على حبس المستشار. عارف ليه؟ لان ده ما كانش يستحق انه يحصل في الرياضه المصريه. لا ملوش دعوه خالص بالموضوع المستشار مرتضى منصور او اي حد غيره. لا انا بتكلم على الكره المصريه اللي بقت بتنهار دلوقتي في وضعها بقى وحش جدا، وضعها بقى سيء قدام الناس كلها سواء في افريقيا سواء في العالم. ازاي رئيس نادي الزمالك يكون السبب في سجنه هو رئيس نادي الاهلي؟ بس ده الحق وده العدل وده عدل ربنا اللي كان لازم يحصل. ليه؟ لان يترد له اعتباره، يترد اعتباره البنت اللي كانت بتشوف كل يوم اهانه من مستشاره ومن اتباعه وهم بيهينوا في ابوهم وهو ساكت عشان محترم مش هينفع يرد الاساءه بالاساءه. محترم عشان مراته اللي اتهانت واتجاب سيرتها في القنوات وعلى الهوا والناس كلها شافتها. دلوقتي رجع حقه ورجع حق اسرته ورجع حق بنته ورجع حق مراته. بقى دلوقتي صوت الحق اعلى. فاعلاميين الزمالك اللي طالعين يطبلوا كالعاده يعني وانتوا دايما بتطبلوا. انا مش طالع اشمت في اعلاميين الزمالك او الزملكاويه او اي حد من الزمالك او رئيس نادي الزمالك. انا طالع اقول بس ان صوت الحق ينتصر في النهايه. ايا كان الغلط اللي انت عملته هتدفع ثمنه مهما كان الوقت ده اتاخر او جه بدري. فانا عايز اقول حاجه لجمهور الزمالك. انا اتمنى من كل قلبي ان يحصل فعلا والكابتن محمود الخطيب يتنازل عن القضيه. عارف ليه؟ عشان سمعة الكرة المصرية مش أكتر والله العظيم. لكن بالنسبة للمستشار مرتضى منصور يستحق فعلا الحبس بسبب اللي عمله، يستحق فعلا اللي جراله بسبب اللي كان بيعمله في حق الكابتن محمود الخطيب هو وناسه وأهله. يستحق فعلا لأن ده لازم يحصل مع كل ظالم. وفي الاخير يا اخواتي انا احمد عاطف بقدم محتوى جديد على السوشيال ميديا وانت دلوقتي بتشوفني على اليوتيوب. يا ريت ما تبخلش عليا بالاشتراك واللايك والكومنت الجميل. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.